يا صباح الخير حبايب قلبي واجمل متابعين في الدنيا كلها، عاملين ايه؟ وحشتوني 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 قوي 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 من اخر فيديو. طبعا زي ما انتوا شايفين صينيه البطاطس الجامده بالفراخ هعملها، وهعمل جنبها رز وشويه لسان عصفور. بس قبل ما ابدا الفيديو يا جماعه، ما تنسوش اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. وبالله عليكم ما تنسوش اللايك، عشان اللايك يا جماعه بيفرق معايا قوي وبيساعد الفيديو ان هو ينتشر. طيب يلا بقى كده، بسم الله. اول حاجه هنعملها هنقشر البطاطس. انا هنا جبت حوالي كيلو ونص بطاطس، لان انا بعملها يعني ايه على اساس انها تقعد يومين. طبعا يومين علشان يعني بصوا انا يعني بجد والله العظيم موضوع ان انا كل يوم عايزه اعمل اكل ده حاجه تزهق، وانتوا اكيد كلكم بتعانوا من الحاجه ديت. وكمان يعني ايه ساعات ممكن ببقى ايه لو بره البيت ببقى راجعه شايله هم هناكل ايه، طب هشتري ايه، طب هلحق مش هلحق. فحته ان انا اعمل اكل يومين دي عايزه اقول لكم والله العظيم بتبقى راحه لكل ست والله. يعني بصوا ده بيبقى بحس ان انا عملت حاجة مفيدة اه والله العظيم. المهم هنا انا جبت، طبعا هتقولي لي ما جبتيش البطاطس الصغيرة ليه؟ هقول لكم ليه. انا ما بحبش البطاطس الصغيرة الا اللي هي بنسلقها وبنحمرها، او لو مثلا هعملها مهروسة. بس غير كده وما بجيبهاش كمان كتير. يعني عايزه اقول لكم ان انا بحب ان انا اختصر، لان الصغيره بتبقى كتيره وبتبقى ممله، وطبعا انتوا لامسين الحته دي وعارفين. فانا بحب اجيبها كبيره عادي، بس مش الكبيره اللي هي البطاطس الكبيره الاوفر دي، لا، اللي هي العاديه. وممكن يعني وانا بقطعها زي ما انتوا شايفين دلوقتي كده انا بقسمها نصين في كده، فاهمين؟ بس المهم هنا ايه، انا هنا خلاص بقطعها حلقات. وطبعا انا مجهزة البصل، علشان انا لما بكون بقطع البصل قدام الكاميرا ببقى بص انتوا شايف يعني لما بيكون حد بيبقى بيعيط كده ومنهار انا ببقى كده، فببقى مش عارفة بصراحة ان انا اصور وانا بعمل البصل. فهنا ايه عملت البصل وركنته، وهنا الطماطم اهي بعملها. طبعا بشيل بقى الحته الخضرا دي لاني مش انا اللي منقياها، انا عندي بناتي هم اللي نزلوا جابوها. فكانت الحته الخضرا دي ايه شكلها كده مش حلو، هي كانت سليمه بس مش حلو. المهم هنا انا جايبه كيلو طماطم. يعني كيلو طماطم بيكفي على كيلو ونص بطاطس بس. فهنا طبعا المرة دي طبعا ايه مش هصفي الطماطم لان دي صينية بطاطس عادي. لكن لو هعمل اي اكل تاني بصوا ما ينفعش ان انا ما بصفهاش، وانا قايله لكم قبل كده بحب ان انا لو هعمل طماطم في اي اكل ايا كان، حتى عارفين لو محشي لازم بصفيه. لكن المرة دي عشان طبعا صينية بطاطس فعادي ما بتبقاش باينة يعني. بس هنا خلاص الطماطم اهي خلصت. وبعد كده بقى يلا علشان هنتبل البصل مع بعض، وهوريكم انا بعملها ازاي. اكيد طبعا انتوا عارفين هي بتتعمل ازاي، كلكم يعني ستات شاطرة واساتذة في المطبخ. هنا انا جبت الصينية بتاعتي اهو، بصوا انا حطيتها في الميكروف قلت قبل ما اخلص. هنا انا مقطعه بصلايه واحده بس، علشان انا ما بحبش صينيه البطاطس فيها بصل كتير، يعني بحس ان انا بتبقى ايه باكل معظمها بصل، فهي واحده كفايه ده بالنسبه لنا. المهم انا بقى بحط التوابل بتاعتي اللي هي ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبهارات فراخ، وحطيت شوية برضو بهارات لحمة، وحطيت يعني ايه سنة صغيرة كده قرفة، بتبقى حلوة وبتخلي ريحة البطاطس جامدة جدا. كان المفروض احط بصل بودر، بس ايه يعني مش عارفه بحس ان هو بيخلي طعم البطاطس مش حلو، يعني حطيته قبل كده كذا مره بس ما عجبنيش. المهم انا هنا بقى بص انا بعمل ايه. دي بقى التكه الصغيره اللي بعملها بتخلي ريحه البطاطس جامده ومفوحه البيت كله. اللي هي ايه، بتدعك البطاطس مع البصل والتوابل، بتخلي يعني بسيبها ممكن حوالي كده ساعة، بتخلي بقى طعم البطاطس نفسيها واخد من طعم التتبيلة. ويا سلام بقى لو عملتوها قبلها بيوم. يعني انا ساعات لو جه يعني لو جه في بالي كده وعارفه ان انا مثلا ايه بكره هعمل ان شاء الله صينيه بطاطس، اقوم بقى عامله كل الحاجات دي حطاها كده متبلاها في بعضيها، واروح كمان دعكه بقى الوراك او الفراخ اللي انا هعملها معاهم بالتوابل، واحطها في الصينيه في التلاجة. والله بجد بامانه بطلع صينيه البطاطس بصوا جامده جدا، لان هي بتبقى شبعانه بقى ايه من طعم التوابل وكده. بس هنا طبعا الوراك انا بفضل الوراك في الصينيه اكتر من الفراخ.
يعني انا بعمل الموجود سواء دي او دي، لكن انا بفضل الوراك لان زي ما انتوا عارفين الوراك اصلا ما بتاخدش سوا، فبتبقى احلى يعني. هنا انا كنت نقعها بقالي شويه، يعني شويه كويسه كده في الميه والخل والليمون، وحطيت برضو ملح عشان طبعا انتوا عارفين ريحه الزفاره وكده بتاعت الفراخ. وبعد كده شطفتها. وهنا طبعا انا بقطع الجلد اللي هو الزياده. بصوا بقى يا جماعه ايه اللي حصل معايا. انا في واحد بتاع فراخ بتعامل معاه، عايزه اقول لكم الفراخ بتاعته فله فله فله، يعني بجيبها كده من عنده لا ريحه ولا اي حاجه. المره دي للاسف رحت ما كانش الراجل فاتح، جبت من حد تاني. يعني مش قادره اقول لكم بصراحه، ريحه الفراخ كانت المره دي مش حلوه، كانت الزفاره فيها جامده شويه. فهنا بقى ايه، انا بقالي فتره جامده ما بغسلش الفراخ بالخل والملح والدقيق والكلام ده كله، لاني الراجل اللي انا بتعامل معاه فراخه اصلا قشطه، فاهمين؟ فببقى ايه بعملها بالليمون بالملح والخل، ده بيبقى كفايه، وهي اصلا ما بتبقاش محتاجه كده. لكن المره دي بحط دقيق وحاجات تانية علشان خاطر، يعني عايزه اقول لكم بصوا الواحد الا الفراخ دي والحاجات اللي هي الطيور دي لازم تبقى ريحتها حلوه. المهم طبعا انا دعكتها زي ما انتم شايفين بالخل بقى والملح والدقيق، خليتها يعني خليت الورك عايز يقول لي ارحميني، نضفته نظافه، خليتها كده بتزيق وزي القشطه. طبعا لا بقى فيها ريحه ولا بقى فيها اي حاجه. المهم هنا خلاص انا خلصت اهو بشطفها. وبعد كده بقى ايه، يلا عشان هنحطها في صينيه البطاطس. عايزه اقول لكم ان في العظمه اللي هي بتاعه الوراك بتبقى فيه كده حته ايه، احنا زمان واحنا صغيرين كنا بنقول عليها كبده، بس هي يا جماعه مش كبده، دي بتبقى الراجل بتاع الفراخ قال لي تجمعات دمويه، يعني دي اللي بتخلي ريحه الزفاره بتبقى ظاهره قوي، فيا ريت تطلعوها بيبقى احسن. المهم هنا خلصت اهو، طبعا انا كنت سبتها شويه تاخد من التتبيله بتاعتها اللي هي بقى مع البطاطس والبصل وكده. وهنا رصيت الوراك بتاعتي وحطيت الطماطم زي ما قلت لكم، ما صفيتهاش. هنا انا بفكر، عارفين بقول ايه، هو انا ناسي حاجه؟ لاني ساعات ايه ممكن اسرح كده مع نفسي انسى حاجه معينه. فهنا انا كنت بفكر. بس هنا خلاص خلصت اهو. ما حطيتش بقى المره دي الزبده علشان الفراخ بتبقى الوراك يعني بتبقى دسمه شويه، فبحسها تقيله. بس لو هعملها مثلا بلحمه بحط حته زبده كده من فوق الوش. بس هنا بقى هعمل ايه، قلت اعمل شويه الرز عقبال ما تخلص، وبعد كده اعمل لسان العصفور. جبت الشعريه بتاعتي، انا بحب يا جماعه احط الشعريه، بعمل نص كيلو. ليه بعمل نص كيلو؟ لان انا بحب الرز اللي هو الشعريه فيه بتبقى اكتر من الرز نفسه، يعني لو هعمل نص شعريه بحط ربع كيلو رز، ده انا يعني انا بس اللي بعمل كده. طبعا كل واحد حسب ما هو ما بيحب. في ناس بتحب الاتنين قد بعض، وفي ناس بتحط شوية شعرية صغيرة ورز اكتر. لا انا بقى بحب، بصوا والله العظيم طعمه بيبقى حلو، يعني ريحة الشعرية اصلا بتبقى ظاهرة كده في الرز، بتبقى جامدة جدا. المهم هنا انا حطيت بقى الزبدة بتاعتي وعمالة بقلب اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مهدية النار عليها علشان بتتحرق مني، فانا بحب الشعرية بتبقى ايه لونها كده موحد، لونها ذهبي. بس بصوا بقى من ساعة الحر ما خلص يا جماعة، عايزة اقول لكم الواحد بقى حابب يقف في المطبخ كده يعني في الحر بصوا انا ممكن ايه، ببقى مشغلة المروحة وببقى مش قادرة، ببقى ميتة من الحر بقى مع صهد البوتاجاز او الفرن او كده. لكن دلوقتي الحمد لله الجو بقى احلى بكتير. هنا بقى حطيت الرز اهو، طبعا انا مصفياه. طبعا انتوا عارفين عني ان انا يعني بحب ان انا انقع الرز شوية علشان خاطر لما يستوي يبقى حلو. هنا خلاص اهو بدي كام تقليبه، وبعد كده بقى حطيت الميه بتاعتي. ما بحبش احط شوربه في الرز لاني مش بحبها. يعني ممكن انتوا تستغربوا، طب هي مش بتحط شوربه ليه؟ هو انا يعني انا ما سلقتش الوراك، بس انا عندي شوربه، بس انا مش بحبها في الرز. في ناس كتير بتعمل كده، انا لا، متعوده ان انا بحط ميه على الرز. بس هنا بقى خلاص اهوت هيبتدي بقى يغلي، اشربه واوطي عليه وانقله على العين التانية. وتعالوا بقى نعمل شوية لسان العصافير، بعشقه يا جماعة، بحبه جدا. وعندي برضو البنات بيحبوه قوي. هما كانوا عايزين ملوخية من اللي انا طبعا عملتها ووريتها لكم المرة اللي فاتت يا حبايبي، اللي انا خزنتها. بس انا ايه،
عايزة اخليها في الفريزر شوية، اشوفها كده ايه، يعني اخزنها، يعني مش عايزة ان انا ايه ابقى لسه حاطة الحاجة واخلصها وارجع اجيب تاني. فاستسهلت قلت اما اعمل لهم شوية لسان عصفور. هنا الرز كان خلاص قرب يتشرب اهو. وخلاص هنا خلاص كنت وطيت على الرز، وبحط بقى الزبدة بتاعتي. الزبدة يا جماعة في الرز بتبقى احلى من السمنة البلدي او الهولندي او اي حاجة، بتبقى طعمها حلو قوي. بيبقى طعمها احلى بكتير بقى في الرز ولسان العصفور وال والحاجات والبيض، بتبقى تحفة يعني. المهم هنا خلاص حطيت بقى لسان العصفور، وحطيت والماجي والفلفل الاسود. وبصوا هنا كانت المعلقة عشان هي سيليكون، كان لزق فيها لسان العصفور، فهنا كنت بنزله كده من المعلقة عشان يبقى كله لون واحد يعني، فاهمين؟ بس هنا بقى عايزه اقول لكم ان المعلقه دي يا جماعه حلوه قوي، انا بحبها. بحس ان هي ايه، طريه كده وحلوه، احلى من المعالق بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. المهم هنا كنت بقى ايه بعلي وبوطي عشان عايزه اخلص. ف يعني كانت البطاطس قربت تستوي، فانا ايه عايزه طبعا عشان هو لسه هيستوي وكده. وروان كل شويه يا ماما انا جعانه، يا ماما خلصتي، يا ماما مش عارفه ايه، والله العظيم بصوا بتزهقني. هي اصلا بتحب الاكله دي قوي، بتحب لسان العصفور مع صينيه البطاطس والرز. هنا خلاص اهوت كان داخل على التحمير. اي حاجه بقى بحب احمرها، سواء لسان عصفور سواء شعريه، اي حاجه، او مثلا لو هقلي بانيه او لو هحمر فراخ. ليه مش عارفه بحبها بيبقى لونها ذهبي فاتح، بحب اللون ده قوي في المقليات، بيبقى جميل جدا. في ناس بتحب تغمق. هنا انا كنت لسه بحط الفلفل الاسود طب ليه بتحطيها قبل ما تحطي الميه او الشوربه؟ لا انا بحبها كده، هي بحب الماجي تدوب مع لسان العصافير. بدلعه على فكره بحب اقول لسان العصافير. هنا خلصت خلاص، مش عارفه ليه هو فعلا عامل زي لسان العصفوره. المهم هنا انا بغرف اهو. آه طبعا هو شرب شوربته، فانا زودته تاني ميه وغليتها، وبعد كده غرفت، لان هو طبعا عامل زي الرز بيشرب الشوربه بتاعته على طول يعني. وادي الرز بتاعي اهو خلص برضو. هو كان خالص بقاله شويه، بس انا يعني ايه كنت بس يعني كان لسه سخن. بصوا بقى يا جماعه بجد اكله جامده، الف هنا للي هياكلها. هنا بقى كنت بعمل ايه، بغسل المواعين. يا دي النيله، المواعين دي يا جماعه والله العظيم ورايا ورايا. بس الحمد لله يعني ما كانش عندي مواعين كتير، هي بس مكان ما اتغدينا وهنا طبعا انا كنت فضيت الحله بتاعه الرز زي ما انا قايله لكم قبل كده حبايبي. انا الاكل لما بيبرد بفضيه في علب وبحطه في التلاجة. يعني مش معقوله هيكون عندي مثلا ايه حله كبيره زي اللي انا عامله فيها رز دي عشان احطها في التلاجة بتبلع رف بحاله. ما ينفعش ان انا احط مثلا اتنين جنب بعض. فبعمل ايه، بروق بقى الدنيا. يعني مثلا لو انا عامله 4 حلل مثلا، عامله فيهم اكل او 3 حلل، طب ليه ادخلهم التلاجة وزنه الدنيا؟ انا بوصف لكم ان الموضوع بيبقى ايه، بيبقى ممل شويه، فاهمين؟ فانا لما بختصر كل الفرح ده في علب بصراحه بتبقى التلاجة رايقه، وبتبقى احلى كتير. فانا متعوده على كده من زمان، انا جايبه علب مخصوصه للتلاجة وبفضي فيها الاكل. بص انا هنا بغسل الغطا بالليفه من ساعة ما مرة عملت الطاسة بسلك علشان كان الزيت لازق فيها وابتدت تخربش، حرمت. مع اني ما بعملش الموضوع ده خالص، بس هي كانت مرة يعني. ويعني بصوا قلت مش هتنيها تاني. فطبعا الجرانيت زي ما انتوا عارفين بيبقى غالي، بيبقى عايز اللي يتعامل معاه على انه هو حاجة حساسة كده، حاجة كيوتة كده، بيبي صغنطوط كده، فاهمين؟ بس نرجع بقى لموضوعنا. فعشان كده ايه انا فضيت حلة الرز. وعارفين بقى لو احنا في الحر طبعا انتوا عارفين ان الاكل بيقعد طول النهار، بتبقى الحلل لسه سخنة من كتر الصهد اللي في المطبخ او الجو نفسه. فايه بعمل بقى ايه، حاجة من الاتنين، يا بحط الحلل دي في الأوضة اللي فيها التكييف، يعني بصوا ما بتكملش حاجة بسيطة بتبرد، وبروح بقى ايه مفضياها. ولو انا مثلا مش هشغل التكييف لأي ظروف بشغل مروحتين برضو، يعني بيدفى بسرعة، يعني بيبرد بسرعة.
بس يعني بصوا انا بحب يا جماعه دردش معاكم كده ايه قبل ما اخلص شويه المواعين دول. بس فهي دي كل الفكره، يعني ان انا ما بحبش الكراكيب، ما بحبش الدوشه في التلاجة. في نفس الوقت تاني يوم بقى لما باجي اسخن حاجه بيبقى على القد كده في اطباق في الميكروف وخلاص، فاهمين؟ بس فهنا كنت خلصت بقى خلاص اهمت. الحمد لله يا جماعة، بصوا لما بغسل شوية المواعين دول ببقى ايه، عملت انجاز. دي بقى الحلة. بصوا انا سبت السلك اهو بغسلها بالليفة، خلاص هي علمتني الادب. دي اكبر حلة عندي، عملت فيها الرز علشان انا لما بعمل الرز في حلة اصغر شوية، معرفش هي المشكلة بتبقى فيا انا ولا ايه بالظبط، معرفش. الرز ما بيستويش يعني، حتى لو انا نقعاه بيبقى، عارفين انتوا لما تكونوا جايبين حاجة كده حطينا في حاجة ضيقة فبتبقى مش واخدة راحتها، هو بيطلع معايا كده. فانا رحت سويته في حلة كبيرة شوية، قلت عشان يستوي براحته، يعني ما يبقاش ني او يبقى مثلا ساعات بيكون في كده وفي كده، يعني في ني وفي مستوي، فاهمين؟ بس هنا خلصت اهو، الحمد لله تم بنجاح غسيل المواعين. احمدك يا رب، هتوحشوني قوي قوي.